السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل طاجن بامية باللحمة الضاني بطريقة سهلة وبسيطة جدا. إن شاء الله تجربوه ويعجبكم، وما تنسوش تقولولي على رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لأول مرة عشان يوصل لكم كل جديد. هنحط حلة على النار وهنحط فيها معلقتين زيت أو معلقتين سمنة. أنا هحط سمنة. ومعانا هنا بصلة كبيرة متقطعة هنضيفها دلوقتي على السمنة. هنسيبها لحد ما تاخد لون معانا، لون ذهبي. بعد ما خدت معانا لون ذهبي بالشكل ده هنضيف التوم. بعد ما البصلة والثوم بتحمروا معانا بالشكل ده هنضيف عليهم معلقتين كبار صلصة وهنقلبهم وهنسيبهم على النار شوية مع البصل والثوم. بعد ما سيبناها شوية مع بعض كده على النار معانا طماطم معصورة ومتصفية بالمصفى هنضيفها على الصلصة والبصل والثوم. هنضيف ملح وكمون وفلفل اسود وواحدة مرقة وهنوطي عليها ونسيبها تتسبك على نار هادية. هنجيب حلة وهنحطها على النار وهنحط عليها معلقتين سمنة وهنضيف لها توابل للحمة هنحطهم مع السمنة. هنحط فلفل اسود حصى ولورة وحبهان وقرنفل مطحونين وهنحط توابل اللحمة وهنقلبهم وهنسيبهم يتحمروا شوية في السمنة عشان يطلعوا الريحة بتاعتهم. اول ما نسيبهم شوية ونشم ريحة التوابل هنضيف عليها اللحمة وهنسيبها تاخد صدمة معانا على النار وهنضيف عليها بصلة متقطعة 4/4 وهنضيف عليها معلقة خل عشان ريحة الزفارة وهنضيف لها جزر متقطع اختياري بيخلي طعمها حلو جدا. بعد ما خدت صدمة معانا بالشكل ده هنضيف لها مية مغلية. معلقة الخل اللي احنا حطيناها خلت ريحتها جميلة جدا عشان اللحمة الضاني ساعات بيبقى ليها ريحة كده غريبة شوية فالخل بيضيع الريحة دي. معانا هنا البامية هنقمعها بالشكل ده. قبل ما بنقمعها بنغسلها بمية وفيها معلقة خل وبعدين بنسيبها تنشف. هكمل انا باقي الكمية كلها بالشكل ده. بعد ما اللحمة قربت تستوي هنضيف لها الملح وهنوطي عليها على الاخر لحد ما تستوي تماما. بعد اللحمة ما استوت معانا كمان التسبيكة اتسبكت وبقت جاهزة هنزودها الشوربة دلوقتي وهنسيبها تغلي مع الشوربة دقيقتين. بعد ما قمعنا البامية بالشكل ده هنضيفها على الشوربة وعلى الصلصة بتاعتنا اللي احنا ضفناها وهنقلبها وهنوطي عليها لحد ما تستوي تماما. ده كده شكل البامية بعد ما استوت. خلاص كده هي جاهزة معانا ان احنا نحطها في الطاجن. معانا هنا اللحمة بقت جاهزة معانا ومعانا كمان الطاجن اللي هنعمل فيه البامية باللحمة. معانا هنا البامية هنفضي اللحمة في البايركس وهنضيف عليها البامية وهنعمل الطشة بتاعتها. معانا هنا طاسة فيها معلقة سمنة هنضيف عليها معلقة توم مهروس وهنضيف عليها رشة كمون بسيطة وهنقلبها مع بعض لحد ما تاخد معانا لون.
بعد ما خدت معانا لون بالشكل ده خلاص كده بقت جاهزة معانا. هنضيف الطشة على البامية وعلى اللحمة وهندخلها الفرن. كل حاجة عندنا مستوية بس عشان ياخدوا من طعم بعض. هنسيبها بس الوش لحد ما يتحمر وهنخرجها. ده كده شكلها النهائي. شكلها جميل جدا وطعمها روعة وريحتها جميلة. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم.